شعرت بالحزن، شعرت بالأسى، شعرت بنتيجة 30 سنة من نظام قانون طوارئ. لا يوجد شعب في العالم يمكن أن يعيش 30 سنة في دولة تحكم بقانون الطوارئ. عندما يقال أن هذا شبيه لقانون الإرهاب في الولايات المتحدة، هذا هزل سياسي. قانون في أي دولة مهما كان الطوارئ لا يسمح أن المدني يحاكم أمام محكمة عسكرية، لا يسمح أنه يقبض عليه بدون أن يعرف التهمة، لا يعرف أنه إلى أي مدى ولمتى سيستمر معتقل. كل هذا عندما يقال أن العمال المعتصمين يجب أن يفض الاعتصام بالقوة لأنهم يعطلوا المرور، وعندما يكون المرور أهم من حق العامل في الحياة الحرة الكريمة، وأن يحصل على حد أدنى من الأجر، وأن يحصل على حد أدنى من الحقوق الأساسية، كحقه في التمثيل النقابي، كحقه في الإضراب، كحقه في الاعتصام، كحقه في التجمع. كل هذه حقوق أصيلة اتفق عليها العالم جميعا، فقدناها في مصر وستعود إلينا مرة أخرى بإذن الله. الاستقرار هو أن تكون هناك حكومة ونظام يؤيد الشعب ومستمد من الشعب ومنتخب انتخاب حر من الشعب. الفوضى هي أن تحرم الشعب من حقوقه.